السلام عليكم. اليوم ندير لكم ابديت على الفيديو ديال البيرمي د المغرب في ميريكان. ملي حطيت الفيديو اللي فات كاينين بزاف الناس في الكومونتيرات اللي من ولايات اخرين قالوا لي بلا القوانين كيختلفوا في الولايات اللي هما ساكنين فيهم. المهم اون جينيرال بالنسبه للناس اللي جايين من المغرب بفيزا سياحه يقدروا انهم يسوقوا بين 3 شهور حتى 6 شهور بالبيرمي ديال المغرب على حسب الولايه، ولكن الا كانت عندهم اقامه بحال مثلا الجرين كارد ما منحقهمش في شي ولايات بحال ولايه ميزوري، ما منحقهمش انهم يسوقوا بالبيرمي د المغرب، وما كاينش شي طريقه باش انكم دوزوا غير الكود والسوقان ما دوزوش. ولكن في ولايات اخرين كيتبدل القانون. كاينين شي ولايات كيقبلوا ملي كديو لهم البيرمي ديال المغرب مع الترجمه انهم كيدوزوا لكم غير الكود والسوقان ما كدوزوش. وبالنسبه للثمن باش تدفعوا لاكارت ديال البيرمي هنايا في هذه الولايه $34 وكيتبدل من ولايه لولايه اخرى. ولكن الامتحان في هذه الولايه ديال ميزوري فابور، يعني باش تمشيو دوزوا الامتحان فابور. في ولايات اخرين حتى الامتحان كتخلصوا عليه، وحتى عدد المحاولات اللي تقدر انك تدوز فيهم الامتحان كيتبدلوا. هنايا كاين 2 محاولات في النهار، كاينين شي ولايات اخرين لا. وهذا ما كان. See you in the next video. Bye.